ازيك يا كوثر؟ استنى استنى، انا مش هعمل كده تاني. اديني يومين بس وانا هخلص كل حاجه مع حجاج. سلطان انت كذاب وبتحور. بالراحه، اي حاجه في الدنيا بتاخد وقت عشان الواحد ينسحب منها. لا مش لازم. لا لازم. الانسحاب ما بيبقاش بالسهوله دي، وليه عواقبه كمان. ده الزمالك لو انسحب من ماتش بيخصموا له 6 نقط. بس ده ظلم. الجمهور كله بيقول كده. ظلم ليه يا سلطان ان انا استناك كل ده لحد ما تنسحب من اللي انت فيه؟ بالراحه، الواحد لما ينصح واحد عشان ينسحب من حاجه بيبقى بالراحه بيشويش معاه. انت كل ما تتزنق بقى هتيجي تقولي الكلام بتاع الاطفال ده اللي انت بقيت تلبس زيهم. طب الجو برد جدا على السلم، ممكن نخش نتكلم جوه بعد اذنك؟ بقول لك ايه، انا جعان، عاملين ايه على الغدا؟ قلقاس. انت عارفه ان انا ما بحبوش. عشان كده عملناه. ايه ده؟ السلام عليكم. ازيك يا عم؟ ازيك يا طنط؟ زعلها ليه يا سلطان؟ ما ترد عليه. هي ما قالتش لحضراتكم؟ لا، بس هي قالت انها عايزه تتطلق عشان اللي فيك ما ينفعش الست تعيش معاه. ده اللي هو ايه بقى؟ هتقول لهم ولا اقول لهم انا؟ لا هقول ان شاء الله. ببساطه يعني يا عمي احنا بقينا بنتخانق على حاجات تافهه جدا. انت فاكرني بقى اصدق اللي انت بتقوله ده؟ سلطان انت بتلف. اقسم بالله بصنع بس اللي لا بيقول لك انت بتلف وتدور. هو انا اللي عمال افهم غلط النهارده. انا اسف وشكرا يا عمي، وان شاء الله ما فيش حاجه من دي هتحصل تاني. يلا يا كوثر قومي البسي يلا عشان نتحرك. يلا انا مش هاجي معاك في حته النهارده يا سلطان. بعد اذنك، انا بقى في كميه غلط في البيت انا مش عارف اغسلها. طيب انا فاضل لي ثانيه واحده وهقول لهم على كل حاجه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعملوش قلقاس تاني بقى، مش ناقصه. بسم الله يا دكتور، حماتك بتحبك. كداب، دول لسه طاردني يعتبر. عايز ايه مني يا حجاج؟ انا جاي اقول لك انك براحتك. عايز تشتغل اشتغل، مش عايز تشتغل انت حر. ايه ده؟ انا مش مصدق وداني. هي عمليه واحده بس تعملها وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. كده وداني تمام. خد يومينك يا دكتور وربنا ييسر لك اللي فيه الخير. بالحق الولا صاحبك ده وشه زي قفاله بيحل ولا بيربط، وعمال يسقط في الايام وناسي ان لسه فيها ايام عده. وبيني وبينك اخوك مش متعود يقعد من غير ست في حياته. ما تسهر مع فتيات ليه؟ جت على الذنب ده يعني؟ اعوذ بالله، انت عايز نعمل الحرام يا دكتور؟ انا مش مصدقك. يعني انت شايفني وانا نازل عامل ازاي؟ وانت اصلا ضاغطني وكمان بتحكي لي مشاكلك. وموضوع عماد ده انت السبب فيه، انت اللي موتر الواد. عماد لو ما توترش انا عارفه ازاي يعني؟ لا مش اللي في دماغك، انا قصدي يعني ان الواد ما بيعرفش يعمل حاجه تحت ضغط، وانت ضغطه قوي بصراحه وعامل له عائق نفسي، وعشان يتجاوزه سيبه يقل منك فيحس بنفسه، وساعتها هنعرف نغني له والله وعملوها الرجاله. اخرس، محدش يستاجر يعمل كده مع المعلم حجاج القط. انا قاصد اني اعصبك، واللي هيعصبك زياده بقى ان هبعد عن طريقك الايام اللي جايه دي، عشان ربنا عمال يبعت لي كل الاشارات، لان اللي بيدور على حاجه بيلاقيها، مش بيلاقي عكسها. السلام عليكم.